الشاعر رشيد مالك. يا هلا ومية هلا بيك. مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. يا هلا باشا، الحمد لله على السلامة. سلامة الجميع يا حبيبي. شلونك؟ رشيد شوية علي صوتك حتى الجمهور يسمعك. تعبان جاي من الديوانية، خليه على راحتك. الله يساعده الله يساعده. شوفتكم يروح. الله يسلمك حبيبي. الله يحفظك. طيب رشيد، خلينا نتعرف عليك وكل الناس اكيد تتعرف عليك حتى بعدها نبلش. نعم. بحلقتنا. رشيد مالك من محافظة الديوانية، شاعر شعبي. بداية الشعر 2010، كتاب الفعلية 2015. يعني دخلت جمعية الأدباء الشعبيين 2015. شاركت بمهرجانات وأماسي خارج المحافظة وداخل المحافظة. عندك نشاطات كثيرة. نشاطات. طيب خلينا نحكي شوي عن داخل المحافظة. نعم. شلون الاهتمام بالشعر، بالشعراء الشباب؟ والله سابقا كانت اكو اماسي او مهرجانات نصف شهريه وشهريه. حلو. حاليا بسبب الوضع الراهن يعني كورونا وكذا قلت المهرجانات في كل المحافظات مو بس بالديوانيه. اي يعني مثلا شوف بس مهرجان في راس السنه او كذا، يعني هيك هاي المهرجانات الاساسيه. يعني ماكو مهرجانات بشكل دوري تكون بالاماكن مهرجانات داعمه لكل شهر للشباب ماكو؟ لا ماكو. طيب رشيد ايش راح اسمعنا؟ والله هو الموضوع شوي ما مطروق. احنا نحب الشيء المختلف. شيء مختلف وبمظلوميه للامانه. زين. لانه العنصر النسوي دائما مظلوم. زين. بالاخص الموضوع اللي اريد نتطرق له يعني اللي هو الفصليه. هواي بنات تتعرض اليوم، اني وفرج نطالب بيناتنا تصير مرة فصليه ونتكاتل. المراه ما لها دخل بالموضوع. انت ليش تجي تعطيها؟ ما له علاقه. موضوع حلو ورساله حلوه. اي ما حد متطرق لهذا الموضوع نهائيا من الناحيه الشعريه. اعتقد ما حد متطرق. لا ما حد يعني، او اذا متطرقين له على مود ما نجزم الموضوع 100% بشكل محدود. نعم. انا ضد العشيره تظلم بنيه. وانا ضد العشيره تطلب فصليه. وانا ضد زلمه ينهى لبت عمه وهو نثي ينحسب والزلمه هي. وانا ضد امهات تعطل القسمه عندهم عيب لو حبت البنيه. مرة عندها مشاعر حالك حلال عليك وتحرم عليها. هي المشكلة شي حبة انسان هسه شلون صارت مو بديها. هذا الحب يدول باعظم الناس زوجها تريد اشتر عليها. الله عليك. حلوه هذه الرسالة اللي انت اطلقتها اليوم. احنا نتمنى اليوم من خلال يعني احنا اليوم حتى الفن هو يوصل ايضا رسالة لكل الناس. شلون تختار القصائد مالتك وشلون تختار الرسائل اللي تريد تقدمها للناس؟ خلينا نكون واقعيين، ماكو انسان يختار بيده مواقفه او الموضوع اللي يمر به، لكن انت الحياه بها كثير امور اكيد تتعرض من خلال الحبيبه او الصديق او ربما الاهل 100%. لكن اكثر شيء الحبيبه. حبيبه يعني هي اللي توجع. السبب الخيبه. اي بالاخص اذا انت تكون واضح جدا وياها، بالاخير مثلا تطلب فد قضايا من عندك يعني مو منطقيه. شايف هذا اللي يجيك يقول لك انا اعيش وياك على القرصه والكذا على الحلوه والمره، بالاخير تشوفه مثلا يعني سياره يريد او يريد بيت غير وحده، انسان شخصيه ثانيه. فهاي مشكله. زائدا انه ما يترك خبر. مو هي المشكله وين؟ انه ما يترك خبر او تروح تسال على الموضوع ليش يابا هيك ليش هيك، يعني ما عنده عذر واضح. ماكو عذر ويحيلك يعني انه كل شيء انتهى، او ردود بسيطه جدا ويعني بارده. حلو. لذلك يعني تتنفرز او يثير شجونك. فرج هو عنده هسه رساله. هو عنده انتظر الرساله هاي شو وقت حيطلقها من خلال شعره. سمعنا. قالوا رحت ما تانية الايام وهدمت بمزاجك كل الاحلام. قالوا رحت ما تانية الايام وهدمت بمزاجك كل الاحلام. انا من اشتاق لك ما بين علي لان شمات يم وخايف اللام. كل لحظه على بعدك تنزل دموع مثل دمعة يتيم بدار الايتام. الله. وصح انا عدل كل لحظه على بعدك تنزل دموع مثل دمعة يتيم بدار الايتام. وصح انا عدل بس ميت هواي مو بس الحبل يرهم للاعدام. مرات اختنق بالليل خنقات مثل خنقة هذيك الطبة الشام. غيمنت وانا العطشان لجقاع ينباس المطر لو صار عجام. غيمنتي وانا العطشان لجقاع ينباس المطر لو صار عجام. وما ادري علي من اكتب عليك رغم ما شايفك بس عايشه وهام. جيت ببالي صدفه وتشلبت بيك
لان اهلك شرفهم عابر الهام. انا ما ردت اسولف، لكن الريح هيج بالتراب وطلع عظام. انا ما ردت اسولف، لكن الريح هيج بالتراب وطلع عظام. وبعد بي يعتب، بس يعتب عليك من واحد ترى مستحيل افهم. الله عليك يا رشيد. رشيد، نشوف بالفتره الاخيره بدات ايضا تنتشر موضوع البرامج الشعريه تحديدا. فكرت تدخل بهذه البرامج الشعريه؟ ربما هي ايضا تختصر المسافات للنجوميه وللشهره. نعم. البرامج قصدك شنو البرامج؟ البرامج يعني الشعريه التلفزيونيه اللي بها اللجان ويشاركون بها الشباب والمسابقات تحديدا. هذا الموضوع انا جدا بعيد عنه. ليش؟ لانه يعني هو مو ادق لك يصير به انحياز او تحيز عفوا، لكن ما يثبت ما يثبت بس خلينا نكون واقعيين. اللجنه الموجوده واللجان الموجوده الناس حترمي باللوم عليهم في حال اذا هم انحازوا. يعني اليوم تقييم الشعر حينحسب على اللجنه اكثر من ما ينحسب على الشاعر. ثلاث ارباع يعني الامور اللي صارت هي محسوبه لقدام. اي محسوبه لقدام. زين. او تدخل بها عفوا، يعني بها محسوبيه ومنسوبيه بها محسوبيه قصدك. او مثلا ننطيها كذا محافظه، ما اريد اذكر الاسماء. بالمحافظات يعني الموضوع. اي طبعا. الديوانيه يعني مظلومه بهذا الجانب؟ مظلومه جدا، بس انا ما اسولف بس الديوانيه، لا جاي اسولف عن بشكل عام. خلينا نحكي شوي عن شعراء الديوانيه. مظلومين؟ شعراء الديوانيه مظلومين، لكن اليوم من تجي تقول له مظلومين يقول لك اكو تليفون اللي هو مصدر اعلام واسع، هو فضائيات تليفون 100%. لكن انت اذا ما عندك جماهير نزل منه بعد 200 سنه. اذا ما عندك احد يدعمك او ما عندك جمهور لازم دعم يعني. زين. اكيد ما يقتصر هذا الموضوع انه انت تنشر لوحدك، لازم انه مثلا تحاول انه تتواصل ويا شعراء ويا ناس معروفه حتى انه هي تقدر توصلك اليوم للناس. ما حاولت انه تسوي هذا الشيء تتواصل؟ والله مو ما حاولت، لكن اكو انسان شايف اكو عزه نفس. باين عليك. اكو عزه نفس انه انت كلهم اصدقائنا وناسنا بس ما تقبل تطلب. بس اكو عزه نفس يعني، او مرات تستصعب الموضوع. ترتاح مثلا البشر تقدر تسولف وياه وما تبين له بالصيغه ذيك، يعني تبين له يعني تبين كلامك انت، لكن ما حاولت يعني. او مرات تصير امور. شوف اكو انانيه بهذا الموضوع انه هذا جمهوري ما اريد يروح لهذا الشاعر هذا الجمهور. هذا الموضوع منتهي من عده. هذا الموضوع هذا شيء رسمي. عيف الشعر اذا تجين تدخلين على انستغرام اغلبيه الناس هسه يقول لك انا شنو فلو مسوي هيك وذولا ضايفهم هيك، خلي اشيل ذولا خليهم قليلين. فهذا الموضوع هذا شيء منتهي من عده. ما تعترف بلغه الارقام؟ تحديدا ارقام مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا. لو تشوفها مهمه بالنسبه للشاعر؟ الصراحه بالنسبه لي انا احكي لك بالنسبه لي مو مهمه. اي انا اعطيني مثلا قصايد ما تواصله، ناس ردتها تقييم من ناس ردتها، ناس هم معنيين انتشر على المواقع بس بدون ما انه احد مسوي لك فولو او احد مسوي لك تاج يشوف محبه الناس للشعر. هذا شيء اجمل بالنسبه لك. انطيش دليل واقعي وملموس. طيب تدخل على انستغرام صفحه، اي صفحه ببالك تلقى بيها مثلا 4000 فولو، شوف ناشر مثلا صوره تلقى بيها 15 لايك او 20 لايك وهمي. فانا هذا ما يعني لي شيء. زين. ما يعني. نعم. حاب اسمع غزل. اي لو ما تكتب غزل من الموقف ذاك بعد ما قمت تكتب غزل. لا يلا الحياة مستمرة أكيد. لا الحياة مستمرة أكيد. سولفنا بالماضي هسه احنا مع يلا خلينا نشوف الحاضر وغزل الحاضر. تقول أنا تمنيت أشبقك حيل، أطلع القهر مال الليل، وأطلع كل رسايلنا ترى العشاق بالجنة. الندى يم روحك تدنى، الورد منك ياخذ شمه، ودا ظل بداعة عيونك استسبع ليلي من دونك، وحلوة الآخ والآخين شفت جديك عضتين، حلات البوس بالرجفة وحط الشفة على الشفة، وما نتغطى من نبرد الشتاء بشبقتنا يتدفى، فرع الشوق يم روحي أحضنك تسكت جروحي، أشمك بس لما تخفين أنا وياك ما يوطين، تتذكرين من تمطر وحط جفوف شمسيه والله المطر ما اريد يوصل لك اغار عليك شبنيه الله. تتذكرين من تمطر وحط جفوف شمسيه المطر ما اريد يوصل لك اغار عليك شبنيه، المرايه تباوع لك تعدل روحها بشكلك، وتعبت انا قبل همك يل بالهوى شي لزمك، سافرت بمكان الغيم ما تمطرين واندلك، الترافل بيك مدري منين طفل انفاس شو كنك، الزم شفها بيدي ظل
شاشي يظل ذا شمك، يا مشيتها قطره حب، مو شكشور انت اللب، انت الصبح والمغرب، انت فعال المعذب، انت القلم من نكتب، انت العنب وبوقته وجزء وقته وبقى مشلب، انت الكلك مرطب، عوجيه للمحدب، شعر اسود للمشيب، يا خبزه امي من يطيح من تنورها مقسم. الله الله عليك، الله يعني عليك فاجئني بالغزل فرج. والله فاجئني بالغزل. الله عليك يا رشيد. يعني اكيد تحياتنا لك. اشكرك. اريد نعرف اليوم دعم الاهل بالنسبه لك، شلون كان دعم الاهل؟ يعني انت قلت انه بديت انت بال 2010 بدايتك الفعليه 2015 5 سنين، شلون قضيتها وشلون قدرت توصل اللي هسه انت واصل؟ بالبدايه اهلي جدا طبيعتهم، بس مثلا شايفه حاله الام من اقرا وكذا وهاي الامور شايفتها تريدك تجتهد، يعني هي لمصلحتك، بالتالي لمصلحتك. من ناحيه الوالد هو يعني يكتب شعر اساسا، حلو، فما عنده مشكله. بس للامانه ما توسط له ابد، قال انت صير بذراعك، ما له دخل بيك. حلو. ها احنا اليوم كنا نحكي عن الطموح. اي قال انت صير بذراعك، يعني انت ظل اكتب، استمر 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 استمر. انا النوعيه للامانه صعب احصل على شيء، يعني مثلا اذا اروح اريد اشتري بطل ماي 3 محلات يلا اشتري بطل ماي، عادي جدا يعني. ليش؟ هو هاي وضعيتي، هو هاي فعادي يعني. هوايه ناس استمر دائما اوقف قدام المرايه اسولف ويا خلينا نحكي شوي على الوالد، يعني الوالد اليوم هو شاعر. نعم. ما استفادت من خبرته؟ لا بالعكس. لا بالعكس. استفادت من خبرة الوالد، لكن قال لك انت شق طريقك وحدك، انت امشي بطريقك. اي بس هو يعني اقاطعك، فادني مثلا بمساله صغيره او مو صغيره بالنسبه لي، الثقافه الشعريه، الاوزان والبحور وهاي التفاصيل. لا مو هذني، لا هذني مثلا بديهيات. تغلط مره 2 3 بعدها تبدا صح. اذا ما تبدا صح انت مو شاعر. زين. رسميا. زين. هاي يعني موهبه من رب العالمين. فعلا. موهبه فطريه. بشنو فادك الوالد؟ فادني شنو؟ من كان صير اماس وكان صير مهرجانات وانا صغير يصطحبنا وياه. فمن طلعت قريت ب 2010 انا صغير، ما كانت عندي هاي الرهبه، هي موجوده الرهبه انت من تصعد حتى لو متعود عليها، متواجد دائما انت اي انسان يصير عنده رهبه اكيد، بس عنده صعوده الى المنصه. بس من توقف على المنصه راحت الرهبه. حلو. وتباوع هاي لو ما انا وياه قبل ما كان عندي رهبه. حتى الالقاء ما شاء الله عليك، يعني ممكن الالقاء بميزه، وهو نصف القصيده هو الالقاء، ما شاء الله عليك الالقاء كلش حلو. رشيد شوي خلينا نحكي عن الموضوع اللي تحدثنا به وخلينا نرجع له اكثر. نعم. قلت انت انه كل شخص عنده منصه مواقع تواصل اجتماعي او منصه اعلاميه حلو. اللي هي تليفونه. حلو. فكرت انت تشتغل بهذا المجال تحديدا، انه انت تبدي تصور قصائدك وتضيف لها ميوزك من خلال المونتاج البسيط بالموبايل وتنشرها على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب حتى تجيب مشاهدات وتفاعل اكثر. اشتغلت على هذا الجانب لو لا؟ اشتغلت على هذا الجانب لكن مقصر وياه. شلون؟ اليوم نشوف نجوم بالساحه بدون ذكر اسماء. ذول النجوم ايش عندهم مصممين. زين. حلو. يعني اليوم صور الفيديو دزه على الواتساب، اشتغل الواتساب طبعا ايش بيه مثلا 150 مصمم، كل مصمم من هاي المصممين حيصممه، عنده بيج وعنده صفحته اقل شيء بيها يعني 500,000 وعنده بيج. فاي مقطع يطرحه يوصل، لانه انت من تقلب بالاكسبلور راح تلقى المقطع منشور بكل الاماكن. يعني المقطع ما حيصير مشاركات من المتذوقين للشعر، وانما هو ترويج من جروب. انا انسان طبيعي، يعني كل شاعر عنده فريق خاص به؟ طبعا جاي اقلب اشوف هالمقطع، اشوف هالمقطع هذا منو؟ يصير عنده فضول لازم ادخل على هالشخص. ممكن نجاح القصيده، الكلمات، المفردات المستخدمه هي اللي توصل؟ يصيرا هذني على مود نكون واقعيين. احنا اكيد شعراء يصيرا، لكن بنسبه يعني اكيد 20% قليل. احنا اكيد عندنا شعراء كلش اقوياء اغلبيه الموضوع. نعم. لا اقوياء، يعني عندنا قامات عاليه جدا ايضا بالشعر، ولا ما شفنا الكثير اليوم من الشعراء، وهذه السلسله المترابطه اليوم تكثر اكبر واكبر. تمام. صحيح؟ تمام. مو هي القضيه وين؟ لا تسمحي لي، اليوم انا اصدقائي مثلا 100 اصدقائي يدرون بي شاعر مرتب ويحبوني كلهم ويسمعوني، بس ما يبوقوا لي، ما يشتغلوا لي. خل اطلع ويا رائده وفتيان كلهم ينزلوا لي مناشير وهم يدرون بي شاعر اصلا. زين انتم ليش ما بوقتوا لي قبل لا اطلع ويا رائد؟ طيب وهي هنا المساله. هو رائد ما شاء الله عليه وحده، هو ممكن اللقاء رائد نافذه اعلاميه وخدم الشباب. تحياتنا لكل البرامج الشعريه. تحياتنا لهم. شيء اخير خلينا نسمع من عندك. والله الوجدان هواي
والغزل هواي، بس الوطن له حق. اكيد نسمع شيء على الوطن. يلا. قول إلى متى يبقى العراق بلا فتى؟ إلى متى يبقى العراق بلا فتى؟ وترى الأسود على الثرى والجرذان تنحش خيرها إلى متى؟ انفرع صدورنا وهم تندل تشيله، بوب البسطية جت والتكتك يشيله. انفرع صدورنا وهم تندل تشيله، لابو البسطية جت والتكتك يشيله. من جيران جت والشعب يعرف زين، نرتها بلافته والعلم شد حيله. وبالقناص جاني وقلت له عد عيناك، اكتلنا الوطن لازم نضحي له. سلمية وعلي شو تريد اسوي لك؟ نقعد لك بعد وتبوق وادعي لك؟ اطالب كل مواطن راح لحسين يروح اليوم هسه يروح يمشي له، مو لحسين المن رايح لوين؟ ثورة على الظلم لازم نسوي له. وما ماتت الثورة ونرد اقوى، بختكم بالكورونا اطينا عطوه. حضرة الطون ما ماتت الثورة ونرد اقوى، بختكم بالكورونا اطينا عطوه. حضرة الطون من الخوف على الناس، شا قللتوا من قناصكم قسوة. تقتلون المواطن حتى تطوه، بس من هو عايش ما ذكرتوه. وراه تشمروا وجاهل تركتوه. مبارك قطعة منه فلوس عوضوه. سلام الله. يا صح حبيبي. لسانك صح لسانك يا رشيد. طبعا فاجأتنا بكل الاشياء اللي قدمتها من الغزل والوجداني، وايضا الحزن والفرح. مبدع ما شاء الله عليك. والله اليوم انا جدا مستانس يعني بالحلقه، سعداء بتواجدك، مستانس وياكم. الله يشهد يعني كل الحب والتوفيق لكم، ويا ربي القاكم باعلى المراتب، لان انتم جاي تقدمون شيء للشباب. فالشباب مثل ما تعرف انت هي البوابه المجتمع، بوابه المجتمع. اكيد اكيد. تحياتنا لك ونورتنا اليوم بحلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لحضورك ووجودك اكيد ويانا. شكرا اكيد لك فرج. شكر موصول لكل مشاهدينا ومتابعينا وين ما كانوا. نلتقيكم باكر بحلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.